الاتحاد السعودي يرسل عرضا مدويا لضم محمد صلاح من ليفربول. فتح نادي الاتحاد السعودي خط المفاوضات من أجل الظفر بخدمات المصري الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الاتحاد يتفاوض لضم محمد صلاح، وحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن نادي الاتحاد قد دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم المصري محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأوضحت الصحيفة السعودية نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب أنه بالفعل هناك مفاوضات بين محمد صلاح ونادي الاتحاد. وأضاف المصدر ذاته أن العرض يجب أن يكون مغريا للاعب محمد صلاح من أجل الانتقال للعب في السعودية، خاصة أن نجم ليفربول لا زال أمامه الكثير ليقدمه في إنجلترا. وأشارت الصحيفة السعودية إلى أنه عرض الاتحاد المقدم من أجل محمد صلاح يصل إلى 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه استرليني لشراء المدة المتبقية في عقده مع ليفربول. يذكر أن نادي الاتحاد خلال الفترة الصيفية قد تعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والبرتغالي فيليبي جوتا، والبرازيلي فابينهو، بالإضافة إلى صفقتي صالح العمري وسلطان الفرحان. وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد يفكر في إعارة جناحه البرتغالي جوتا لأي ناد هذا الصيف، في حال استقطاب نجم عالمي آخر في نفس المركز. طبعا زي ما احنا عارفين كريم بنزيما راح نادي الاتحاد السعودي، وطبعا في الكام مباراة اللي لعبهم هو ما لعبش مباريات كتيرة، بس في الكام مباراة اللي لعبهم مقدم مستوى رائع جدا جدا. مستوى كريم بنزيما لا يختلف عليه اتنين. والدوري السعودي زي ما كريستيانو رونالدو قال من فترة، قال إن الدوري السعودي هيكون دوري عالمي وهيكون فيه نجوم كتير من أوروبا. وبالفعل زي ما احنا شايفين نجوم كتير من أوروبا دلوقتي متجهة للسعودية، والأندية السعودية بتتنافس لضم أكبر عدد من اللاعبين والنجوم، وعروض خيالية ومغرية لكل اللاعبين. شفنا ساديو ماني، وشفنا سافيتش، وشفنا كريم بنزيما ونجولو كانتي وساديو ماني. كل الأسماء ديت كان مين يتوقع يا جماعة إن أسماء زي ديت تكون في الدوري السعودي؟ كريستيانو رونالدو قال إن الدوري السعودي هيكون دوري عالمي وفيه لاعبين كبار جدا جدا، وقال إن هيكون الدوري السعودي من أكبر الدوريات في العالم. وبالفعل شايفين الكلام ده بيتحقق على أرض الواقع في الموسم ده. ما زلنا منتظرين الكثير والكثير من الدوري السعودي في استقطاب نجوم آخرين. يا ترى هنشوف، تتوقعوا مين تاني؟ تتوقع صلاح ممكن يروح السعودية ولا إيه؟ كده انتهى الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا أول بأول، واعملوا لايك عشان ده بيدعمنا وبيخلينا ننتشر أكتر.